ازيك عامل ايه؟ فيديو النهارده انا هتكلم على واحد من اكتر الناس اللي فرقوا في محتوى الجيمنج العربي، وهو سيد من قناه شبكه العاب العرب. وقبل ما ابدا الفيديو متنساش تحط لايك في القناه وما اطولش عليك اكتر من كده، ويلا بينا نبدا الفيديو. الاسم سيد حسين هاشم، جنسيته بحريني، مواليد 1995 يعني كده ماشي في الثلاثينات. سيد بدا على اليوتيوب في سنه 2013 وبدا بمحتوى جيمنج، بس هو عشان ما كانش عنده اي خبره فاستخدم شويه موسيقى عليها كوبيرايت، فعشان كده خد كوبيرايت سترايك. والكوبيرايت سترايك دي بقى بتقتل المشاهدات وبتخلي فيديوهاتك قليله قوي ان هي تنتشر. وعايز اقول لك بقى الحاجه اللي انا واخد كوبيرايت سترايك على القناه دي، فيلا بقى ادعمني. اتعلم سيد من غلطته وقرر يفتح قناه تانية بس عن اخبار الالعاب. السلام عليكم شباب، معكم سيد وياي رايد، ومعكم اليوم احنا في سلسلة اخبار الالعاب في اسبوع، وراح نقدم لكم في هذه السلسلة اهم الاخبار الاسبوعية للالعاب، وراح نبتدي وياكم في اول خبر. فضل مكمل في المحتوى ده شويه، بس بعديها لقى ان المحتوى ده ما بياكلش عيش، فقرر ان هو يغيره ويرجع تاني للمحتوى اللي كانوا بيعملوه في الاول، وهو محتوى الجيمنج. وبدا باول لعبه وهي لعبه ماينكرافت، وسبب ان هو قرر ان هو يلعب لعبه ماينكرافت ان اللعبه دي كانت اصلا طالعه ترند، بس بعديها حب ان هو يغير لالعاب تانية، فقرر ان هو يلعب لعبه باتل فيلد. وكان بيعمل سلسله اسمها سلسله تختيم الالعاب، فهو كان يعني عادي الدنيا ماشيه. وفضل بقى بينزل فيديوهات لحد سنه 2014، وفي سنه بقى 2014 قرر ان هو يطلع بالفيس كام لاول في القناه. السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم بخير. وياكم سيد اليوم من قناة عرب جيمز نتورك في أول فلوج في القناة. طبعا هذا أول فلوج وأول انبوكسنج في القناة. وبقى شويه يعمل فيديوهات من غير الفيس كام وشويه يعمل فيديوهات بالفيس كام، لحد بقى ما قرر ان هو يلعب لعبه جديده وهي لعبه فيفا. شخباركم؟ عساكم بخير. ياكم سيد اليوم من قناة عرب جيمز نتورك، وياكم اليوم في لعبة فيفا 15 ديمو، تغيير جو داخل غير جو، اخبار شلون قاعد يلعب ضد تشيلسي. وسبب اختياره لعبة فيفا هو كان نفس سبب اختياره لعبة ماينكرافت، ان اللعبة كانت ترند وقتها، بس بعد فترة الفيديوهات ما كانتش بتجيب اي مشاهدات، فقرر ان هو يحول لعبة بيس، ومن بعديها بدأت المشاهدات تظهر. المباراة الثالثة تعتبر، هاي المباراة على ارضي ضد الاياكس. اذا ابي اصعد لازم افوز على هالفريق على الاقل في مباراة واحدة. فقرر بقى ان هو يكمل فترة كتيرة قوي في بيس، وفي سنة 2016 يوصل ل100,000 متابع. الاسياد اللي وصلونا ل100,000 مشترك قبل ما ابتدي. اذا ما كنت مشترك في القناة حابب تشوف اشياء عن بيس فيفا غيرها من الالعاب، اشترك في القناة واستمتع ويانا يا صاحبي. وهنا بقى يقرر ان هو يعمل فكرة غريبة شوية، وهي ان هو ينزل 3 فيديوهات في اليوم الواحد. ودي بقى حاجة انا عايزك تفتكرها لان انا هحتاجها في اخر الفيديو. وبسبب ان هو بينزل 3 فيديوهات في اليوم الواحد، فالخوارزميات بتاعت اليوتيوب كانت بتحب الموضوع ده، وده اللي ساعد ان الفيديوهات بتاعته تنتشر اسرع واسرع. وعشان كده السنة اللي بعديها على طول وصل 1,000,000 متابع. هلا والله بالاسئله، معاكم في مقطع جديد وحلقه جديده. الحمد لله وصلنا لل1,000,000 مشترك، وهذا مقطع ال1,000,000. يعني حرفيا في 3 سنين وصل 100,000 متابع، وفي سنة واحدة وصل 1,000,000 متابع. على فكرة رقم حلو جدا. وقرر بقى في نفس السنة دي ان هو يرجع يعمل سلسلة ماينكرافت تاني، وسلسلة ماينكرافت كان في فيديو كان بيوصل 1,000,000 مشاهدة، في حين ان الفيديوهات الباقية كانت بتوصل 100,000. فكده سيد عرف ان المتابعين بيحبوا ماينكرافت، فقرر ان هو يكمل عليها. وفي نفس السنة يقرر ان هو يرجع لقناته القديمة اللي كان خد الكوبيرايت سترايك، وهي قناة سيد، ويعمل عليها محتوى بصراحة مفيش بني ادم بيحبه دلوقتي، وهو محتوى الرياكت. وفي 2018 قرر ان هو ينزل اغنية باسم هجمونا الزومبي. ليلة صحيت ما قدرت انام بالرغم من اني كنت تعبان، الكل يصارخ وفي نفس الوقت كلاب تنابح. انا بقول لك عايز تتوب من الاغاني اسمع الاغنيه دي. الفكره ان دلوقتي اصلا الاغنيه دي جايبه 39 مليون مشاهده، فيعني كفايه مش عارف ايه جايبه 39 مليون مشاهده. الاغنيه دي اصلا النسيان. وفي نفس السنه نزل اغنيه انا انسان قوي. يا اخي اقسم بالله موت واعرف بيجيب اسامي التراكات دي منين. يا ابتديت حياتي وتعتبر حياه صعبه، ايام اكتشفت ميولي، اخترت اني اكون طيار. والمفروض بقى ان الاغنيه دي يعني راب، بس يعني ماشي. وفي سنة بقى 2019 بدأ بقى البرايم بتاع سيد. الشاب كان في الشهر الواحد كان بيجيب 200 مليون مشاهدة، والناس اظن اللي اغلبها اللي كانت بتفتح يوتيوب كان بتلاقي في وشها سيد على طول. وفي سنة 2020 سيد يوصل ل 10 مليون متابع. واو يا ساتر يا ساتر، ابدا ما تخيلت ان شكله بالطريقة هذه، مستحيل. بسم الله ما شاء الله، خلونا نطلع الدرع. اوف والله ثقيل. بس قبل ما نكمل انا عايز اقول لك على حاجه. اظن انت كنت ملاحظ ان كل فيديوهات سيد كانت مبنيه على شخصيته، وان شخصيته مميزه، فعشان كده النقطه بتاعت شخصيته دي انا عايزها دلوقتي.
بعد ما وصل ال10 مليون متابع قرر ان هو يعمل اغبى قرار في حياته، هو ان هو يعمل كاركتر مش الكاركتر بتاعه خالص، وان هو يعمل شخصيه اسمها شخصيه الجوكر. حقيقي من راح يكون القاتل الحقيقي؟ اليوم راح نشوف مع بعض في هذه اللعبه. المهم لا تنسوا تضغطوا زر اللايك، اذا عندكم العاب تبون العبها كتبوا لي تحت في الكومنتات. المهم المحتوى كان عبثي جدا، كان كله عشان الاطفال، فيعني عشان هو شايف ان الاطفال سبوبه كويسه جدا تطلع منهم مشاهدات وفلوس، فيلا بينا. المهم بقى ان سيد بدا يركز على العاب تانية غير المتابعين اصلا كانوا بيتفرجوا عليها، يعني احنا مثلا كنا بنتكلم في بيس، في ماينكرافت، في باتل فيلد والالعاب دي كلها. سيد بقى رمى ده كله في الزباله وقرر ان هو يمسك محتوى روبلوكس ويشبط فيه، وتلاقي بقى الانتقادات كل الناس عماله بتسال ليه، والناس ما كانتش معاها اي مشكله مع لعبه روبلوكس، بالعكس الناس كانت وقتها كانت بتحب لعبه روبلوكس. بس الفكره في شخصيه سيد، شخصيه سيد كانت مستفزه وبيض، وعلى قناه سيد اللي هي كانت بتاعه الرياكت بدا يعمل رياكت تسليكي اكتر، فالتفاعل بتاعه بدا واحده واحده ينزل في الارض. في يوتيوبرز كتير قوي انتقدوا سيد. بعدها سيد بعد ما ادرك شويه ان هو كده بيخسر جمهوره قرر ان هو يعمل شويه فلوجات ويعني تحدي مع الجن الاسود، حاجه زي كده مش فاكر. دوره كامل داخل البيت بتشوفون كل الاشياء اللي باذن الله موجوده فيه. في نفس الوقت حاب اقول لكم يعني قبل لا تشوفون كل شيء يا جماعه، ترى يعتبر لحد الحين مو كامل، فيعني ما زال يبي له اثاث، في اشياء راح نسويها ان شاء الله مع بعض باذن الله. عندنا صناديق، هذول الصناديق باذن الله بيكون فيهم اشياء عشوائيه، وايضا البالونات راح يكون فيهم ارقام عشوائيه. فالحين بنضبط ان شاء الله الوضع. جني ابيك الحين تروح وتجيب لنا الستاند وتجيب لنا ايضا السبوره. يلا يلا يا جني ليتس جو. الناس حبت شخصيه العفريت الاسود، الجن الاسود يسميه اللي تسميه، الناس حبت الشخصيه دي جدا، فهو بدا يكمل فيها شويه وبدا يعمل فلوجات وشخصيته بدات ترجع شويه. بس بعديها برضو كمل تاني محتوى الاطفال ولا كان اي حاجه حصلت، وبدا يكمل في روبلوكس شويه الالعاب اللي مالهاش اي 60 لازمه دي. وفي 2026 دلوقتي سيد ما بقاش بينزل 3 فيديوهات في اليوم، لا هو كان بقى بينزل فيديو واحد بس في اليوم، وساعات بيقطع يوم كامل، بس مش مشكله يعني. الفكره بقى ان هو دلوقتي وصل 25 مليون بس، يعني المشاهدات عنده ما بقتش زي الاول، كده معناه ان هو خسر مجموع كبير قوي من جمهوره. وده بقى ليه؟ ده اللي انا هتكلم عليه دلوقتي. طيب اسباب سقوط الراجل ده او ان مشاهداته دلوقتي عماله بتقع، وهي بشكل واضح شخصيته اللي هو رماها. هو حرفيا بدا يرمي شخصيته، بدا يعمل شخصيات مزيفه وكميه اصطناع رهيبه، فعشان كده اغلب متابعينه بقى حسوا ان هو محتواه بقى بيض شويه. وده بصراحه حاجه غريبه، يعني ان الراجل يبقى عنده 30 سنه وتصرفاته تصرفات طفوليه شويه، ده يخليك تستغرب بصراحه. وتاني حاجه وهي اللي انا اظن ان هو سبب كبير قوي ان يخلي فيديوهات سيد وحشه، وهي حوار 3 فيديوهات في اليوم الواحد. ماشي في الاول انت 3 فيديوهات في اليوم الواحد ده اللي خلاك انك توصل لارقام بسرعه، بس ها وبعدين انت بدأت برضو بعد ما انت وصلت 10 مليون كنت برضو بتنزل 3 فيديوهات في اليوم الواحد. طب ما كنت تعمل فيديو واحد بس كل يوم بدل ما انت عمال بتستهلك كل افكارك، فعشان كده تعمل افكار كل يوم جديده. لا هو انت حرفيا بتعمل 3 فيديوهات ممكن يكونوا 2 مثلا شبه بعض، ده لو ما كانوش كلهم اصلا شبه بعض. وبس كده، وده كان فيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك النوع ده من الفيديوهات قول لي بقى تحت في التعليقات، وبس ما تنساش تحط لايك في القناه، ويلا سلام.